السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحة لاباس، كلشي بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وكنتمنى أيضا هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اقتراح اليوم اقتراح وبيان طبق عائلي شتوي صراحة. هاد الطبق مسفيوي، يعني نجيمات على طريقة آسفي بالرجيلة ديال الدجاج بمذاق آسيوي، يعني خلطنا ما بين المغرب وآسيا، ولكن صدقوني كيجيو رائعين صراحةً. المهم بالنسبة للمقادير، عندي كل حاجة فيها معلقة صغيرة، يعني معلقة صغيرة ما بين الخرقوم البلدي وما بين السكنجبير وما بين البزار وما بين العطرية ديال الدجاج وما بين السمن البلدي و4 ضروس ديال التومة، ضامة ديال الدجاج وشوية ديال الزعفران. المهم أنا إن شاء الله المقادير كاملة غنكتبها لكم مضبوطة في صندوق الوصف. كندير دوك العطرية كاملة وغادي نسقيها بالقطرات ديال الما باش كنرويها. بيان سور عندي كيلو ديال الرجيلات ديال الدجاج، أنا خديت رجيلات متوسطين يعني ما كبار ما غلاظ باش دغيا كيطيبوا لينا. كنغسلوهم بيان سور هذا بالحامض والسكنجبير، وكنخليهم يستقطروا لينا مزيان، ومن بعد غادي نشرموا لهم في هاد التشرميلات تقريبا، نخليهم يا إما ليلة كاملة من أحسن باش كيتشربوا مزيان، أولا واحد ساعتين حتى 3 السوايع. أنا الصراحة خليتهم واحد ساعتين د المكانة على جنب، غطيتهم بلاستيك غذائي وحطيتهم في الثلاجة. خديت كيلو ديال النجيمات ديال القمح. بالنسبة للناس ديال الأسفي راه معروفين بالنجيمات، كيحضروهم وبيان كيعوضوها بالحميمصة، حتى هي كيحضروها في البيت. أنا ما متوفرش عندي، أنا شريتها فقط غير هكا نجيمات عند المحلات التجارية ديال خاصة بالقمح. بيان سور دهنتها بالزيت وبسبستها مزيان بحال الطريقة اللي كنستعملو مع السميدة ديال الحلوى، وبيان السميدة ديال الكسكسو، وبيان اللي كنديرو الفوار، وبيان اللي كنديروها ديال السفة. كندير الماء الكافي في الطنجرة وكنخليه حتى كيغلى ليا، وكندير فيه هاد النجيمات وكنحطهم في الكسكاس ديالي، كنحطو في طنجرة على نار مهيلة مدة ساعة المكانة، يعني الماء يكون كافي، ومرة عودو طلّوا الطنجرة ديالكم باش ما ت باش إلا خاصها الماء زيدوه ليها مدة ساعة المكانة وما كنغطيوش عليه. كناخدو طنجرة ديال الضغط، درت فيها دوك الرجيلات ديال الدجاج وغندير فيها زويتة بلدية ورومية. بالنسبة للملح على حسب الذوق ديالكم، أنا ما كترتش بزاف الملح لأنني مستعملة كنور ومستعملة السمن. حتى الأخير عاد تذوقوا المرق وديك الساعة ضيفوا الملح. درتهم يتشحروا، في اللحظة فاش درت هاد الرجيلات ديال الدجاج كيتشحروا ليا، خديت 3 ديال الحبات ديال البصلات يكونوا كبار، وبيان إلا كان عندك بصلة صغيرة دير 4. هشيتهم هكا مزيان في الهشوار وغادي نضيفهم على هادوك الرجيلة ديال الدجاج، وبيان سور غادي نرجعها على نار وغنخليها حتى تشحر ليا مزيان، وبدات كطلق ديك المريقة ديالها. في هاد المرحلة غادي نضيف تقريبا واحد لتر ونصف ديال الماء يكون غليان، وكندير عليه واحد رشيشة ديال القزبور ومعدنوس، وغادي نغطي الطنجرة ديالي، ما كنقفلش عليها غير كنغطيها وكنخلي دوك الرجيلات يطيبوا لي على المهل. هنا بعد ما دازت ليا ساعة المكانة فارت ليا داك النجيمات، غادي نديرهم في هكا في القصعة، وغادي نحاول أنني نفتحهم باش ما يتلصقوش لينا، كنفتحهم هكا لأنهم أصلا مدهونين بالزيت وما غاديش يتلصقوا ليك، باش كيجيونا حبة حبة، وكنخليها تبرد تماما. هنا فاش بعد ما خليتها تقريبا واحد نص ساعة المكانة، جيت عاوتاني كنقلبها باش نتأكد بأنها بردات. بما أنها متأكدة أنها بردات حطيتها على جنب، وغادي نحيد الرجيلات ديال الدجاج. بيان سور خديت اللاطة اللي خاصة بالفرن، غادي ندير فيها هادوك الرجيلات ديال الدجاج ووجدت ليهم الماغينات ديالهم وبيان الدهن ديالهم. بالنسبة للدهن درت فيه معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال السمن البلدي، نص معلقة صغيرة ديال التوم بودرة، ملعقة صغيرة ديال لاصوص صوجة ثقيلة، 2 معالق كبار ديال دبس التمر، إلا ما متوفرش عندكم يمكن ليكم تستعملوا غير العسل يكون من النوعية الجيدة. وكنميلونجي هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، وغادي ندهن بهم هادوك الرجيلات ديال الدجاج. أصلًا هاد الطريقة ديجا شاركتها معكم في الرجيلات ديال الدجاج، وديجا شاركتها معكم في الجوينحات هكا ديال الدجاج، كيجيو رائعين، كيجيو مذاق آسيوي رائع صراحةً، يعني جا ملائم مع الطبق ديال النجيمات. بيان سور غادي ندخلهم الفران على 180 درجة الفوق والتحت حتى كيتحمروا ليا، تاخدو داك اللون الذهبي ديالهم. خديت طنجرة اللي فيها المرق، ضفت ليها معلقة صغيرة ديال السمن البلدي، واحد الطامة ديال الدجاج، وضفت ليها واحد لتر ديال الماء غليان، وغادي نضيف ليها النجيمات، وغادي نحركهم ونديرهم
فوق البوطة على نار متوسطة، ومرّة نبقى نحرّك، مرّة نبقى نحرّك باش ما يتلصقوش لينا النجيمات هاكا في الطنجرة. حتى كيطيبوا ليا مزيان. بعد ما كيطيبوا bien sûr كنتأكد بأن النجيمات راه طايبين. إلا شفتيهم باقي خاصهم طياب كتزيدوا واحد لا quantité قليلة ديال الما حتى كيطيبوا. من بعد ما كيطيبوا ليكم bien sûr كنطفيو عليهم وكنخليوهم يتشربوا لينا حتى كنبغيو نقدموهم. بعد ملي غنقدموهم bien sûr خديت الصحن ديال التقديم حتى هو مسفيوي يعني الطبق أسفل ضروري خاصو معنات مسفيوية. درت النجيمات كما كتلاحظوا تبارك الله ما شاء الله كيجيو حبة حبة وكيجيو رائعين صراحةً. حتى الضياف اللي كلاو عندي الصراحة حماقوا عليه وعجبهم. جا المذاق رائع وكما قلت لكم هو طبق عائلي وشتوي في نفس الوقت. كندير هادو الرجيلات bien sûr بعد ما طابوا رشيت عليهم شوية ديال الجنجبل الأبيض ولفّفت دوك الرجيلات ديالهم بالبابي ألمنيوم هكا كتزيين فقط. وغادي نرش عليهم واحد الرشيشة ديال قزبور ومعدنوس مفرومين أو bien قزبور هكا يكون مقرّد. كترشوه رشيشة. ويمكن ليكم ترافقوا حتى اللي عزيز عليه الحار ترافقوا معاه لاصوص هكا الخاصة بالحار. وبالصحة والراحة وكتقدموا الطبق ديالكم. وهاد الطبق ديالنا واجد وجاهز وتبارك الله ما شاء الله كيجي رائع كما قلت لكم كيجي المذاق ديالو غزال صراحة. وكما قلت لكم في بداية الفيديو يعني طبق عائلي كيجي في قمة الروعة. كنتمنى أن هاد الطبق ينال الإعجاب ديالكم وأنكم تشاركوا هاد الفيديو مع أحبابكم والأصدقاء ديالكم باش تدعم الفائدة. ما تنساوش أنكم ضغطوا على الجرس وديروا لي جيم باش يوصلكم كل جديد ديالي إن شاء الله. وإلا كيعجبكم بحال هاد الوصفات خليوها ليا في التعاليق. وكما العادة غادي نخلي لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف وغنقول لكم شهية طيبة وفرجة ممتعة.